عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى يا كل أب وكل أم وكل أخت، من فضلكم حطوا لايك للفيديو ده. الفيديو ده مهم جدا وربنا هينصر الحق إن شاء الله. اسمع لنيرة اللي قالت معلش يا طنط، معلش ما تأذنيش يا طنط. اسمع لنيرة اللي بتصلي وبتصوم وكانت صايمة هتاخد حباية غلة يا جماعة. اسمع لكل الناس اللي بتتكلم، شوف التعليقات، شوفنا كلنا وقلوبنا اللي حاسة بيها، قلوبنا اللي حاسة بنيرة بنتي وبنتكم أختكم. كل إنسان عنده بنت وعنده أخت وعنده أم، وكل زوجة انت ترضيها يحصل في بنتك اللي حصل في نيرة صلاح محمود، الطالبة بكلية الطب البيطري جامعة العريش، اللي انتشر أنباء عن انتحار نيرة إلا أنها توفيت بمادة سامة غير معلومة حتى الآن. نيرة ابن عم الطالبة نيرة بيقول نيرة بنت عمي مؤدبة ومحترمة وبتصلي وتصوم وتقرأ القرآن ومن حفظة القرآن ومتفوقة في الدراسة. نيرة اللي كل وسائل التواصل الاجتماعي كلهم بينادوا بمحاسبة المسؤولين عن جامعة العريش بسبب إهمالهم اللي حدث داخل جامعة العريش، اللي توفيت نيرة فيها بمادة سامة داخل المدينة الجامعية لجامعة العريش. إذا كان أبوها ولا أمها صرعوا بدفنها فالناس مش هتسكت، الرأي العام ما بيسكتش. طلب العديد من مستخدم التواصل الاجتماعي بإقالة رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش، وإقالة عميد كلية الطب البيطري الدكتور عيد علي موسى، والدكتور حاتم محفوظ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والمسؤولين عن المدينة الجامعية جامعة العريش. مطالبة بإقالة رئيس جامعة العريش وعميد طب بيطري. وكتب نبيل مطر على الفيسبوك خلال تكميم الأفواه: نحن لا نهاب في الحق لومة لائم، نطلب بإقالة رئيس جامعة العريش حسن الدمرداش على الفور، ومعاها عميد كلية الطب البيطري ووكيل كلية الطب البيطري والسادة مشرفي المدينة الجامعية بالعريش. وده أبسط حقوق الطالبة نيرة اللي دفعت حياتها ثمن لجريمة الإهمال الجسيم بجامعة العريش. النيابة أصدرت قرار بتشريح جثمان نيرة الله يرحمها طالبة كلية الطب البيطري في جامعة العريش بعد تضارب الأنباء حول انتحارها أو مقتلها، وظلموها حتى وهي ميتة بيتهموها بالانتحار. وقالت النيابة في بيان لها اليوم إنها بادرت بتحقيق الواقع قضائيا بسؤال والدي المجني عليها وزملائهم بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة حسبي الله ونعم الوكيل فور إبلاغها بواقعة الوفاة. تابع البيان أن النيابة استمعت إلى الضابط اللي أجرى التحريات ونظرت الجثمان واطلعت على تقرير مفتش الصحة والذي لم يشر إلى وجود شبهة جنائية، لهذا صرح بدفن الجثة حسبي الله ونعم الوكيل. وأشار البيان إلى ما تم تداوله إعلاميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي دفع نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية إلى إعادة فتح التحقيقات في الواقع وإعادة سؤال والدي الطالبة وشقيقتها، والذين أقرروا أنه إذا ما تم تداوله بخصوص وفاة نيرة فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقع. الغلبان مش ملوش عيش في الدنيا. على هذا البيان أصدرت النيابة العامة استخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة وهو ما تم صباح اليوم، كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة بأنه له صلة بالواقعة، سواء من نسب إليه سمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، وجاري سؤال الجميع. قالت النيابة أنه جاري فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل من المتهمين وتفريغ محتواها، وكذلك تفريغ الكاميرات الخاصة بمدينة الجامعية بالعريش، وجاري استكمال تحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة. حبيبتي يا نيرة، ماذا قالت صديقة نيرة يا جماعة؟ رنا ماهر صديقة طالبة الطب البيطري نيرة قالت ايه؟ قالت رنا في تصريحات إعلامية أنه قبل الواقعة بيوم جمعت شروق أصدقائها داخل غرفة السكن الجامعي. والله لما بسمع كلامك يا شروق ببقى عايزة أرجع داخل غرفة السكن الجامعي، وظلت تتحدث عن نيرة بطريقة غير لائقة، اتكلمت عن سمعتها وحش، اخص عليكي،
وورت صحابنا شتمة فبرك ليها مع ولد. حسبي الله ونعم الوكيل. فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين الخوف من ربنا يا أم شروق؟ وأضافت إن شروق دخلت إلى غرفة نيرة خلال نومها وفتحت هاتفها ونقلت صورها الخاصة وأرسلتها إلى صديقها طه عاشقها ليتناوبا وصلات الابتزاز ضد طالبة العريش على مجموعة التواصل الخاصة بالفرقة الأولى لطلاب كلية الطب البيطري. لو ما اعتذرتيش يا نيرة إنك اتكلمتي عليا قدام الجروب هفضحك بصورك. وأشارت إلى أن نيرة كانت مشهورة بين زملائها بالطيبة، ومن طيبتها كانت معرفانا كلنا الرقم السري لموبايلها. واحدة مؤدبة محترمة، رقم السري لموبايلها هو أنا مش عايزة أخبي حاجة أصلا. نيرة المحترمة المؤدبة المتدينة وقعت في شلة قلالات الأدب. القطة اللي شربت من كوباية نيرة ماتت. مفاجأة يا جماعة مثيرة جديدة في واقعة نيرة طالبة الجامعة العريش. الله أكبر، الله أكبر. الدم ربنا مش هيخسرنا أبدا، وروحك يا نيرة إن شاء الله ربنا ياخد حقك فيها. أكد أحمد سلامة محامي أسرة طالبة العريش نيرة صلاح إن النيابة العامة أخذت أقوال أسرة الفتاة الراحلة نيرة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية اللي بيقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر مساء الجمعة إن القضية بتحظى باهتمام الجميع. القضية طبعا وجع قلوبنا كلنا، ونذكر أن النيابة العامة تتعامل بنزاهة مع هذا الملف، ورد على الرواية المتداولة بأن الطالبة انتحرت بحبة الغلة، قائلا أن ترويج هذا الأمر جاء قياسا بأن أغلب حوادث الانتحار الشائعة مرتبطة بهذه الحبة، فقاموا مخليين نيرة رخرة انتحرت بالحباية دي. وتابع الله أعلم إن كانت أخذت حبة الغلة أم وضعت لها. كما كشفت أن قطة شربت من نفس الكوب الذي شربت منه نيرة وتوفيت في الحال. اقرأوا يا جماعة الكلام اللي أنا كاتباه فوق كمان، يعني بعد ما تسمعوا كلامي اقرأوا فوق التعليقات بتاعت الناس اللي تعبانين ومتضايقين ومقهورين من اللي حصل. وان البت زميلتها شروق لما نشرت لها صور خاصة التقطت لها خلسة. طبعا والد نيرة بيقول أبدا، الأستاذ صلاح الزغبي بيقول بنتي أنا عايز حق بنتي، أنا بنتي ما نهتش حياتها، الوفاة بتاعت بنتي فيها شبهة جنائية، أنا لا مش هتنزل عن حق بنتي، دم بنتي وروحها مش هيروحوا هدر. أضاف أن لديه شكوك بوجود أحد متعمد القضاء على ابنته، وهو أن هو كمان بيثق في الأجهزة الأمنية. إحنا كلنا واثقين في الأجهزة الأمنية إن شاء الله حق نيرة راجع. طبعا الحالة اللي هي وصلت فيها نيرة المستشفى هي كانت في حالة فقدان تام للوعي يا جماعة، أظهر تناولها مادة غير معلومة. المادة اللي ماتت بها نيرة مش معروفة. انتهت وزارة الداخلية بفحص موقف الطالبة شروق وأحمد وخمسة من زملائهم ومشرفة المدينة الجامعية كمان وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح، تمهيد لعرضهم اللي على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحار نيرة اللي بيقولوا عليها كمان. تم وقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل. حسبي الله ونعم الوكيل. في كل أب وأم مش عارفين يربوا عيالهم، في كل أب وأم بيطلعوا لنا عيال متنمرين، عيال ما يعرفوش الإيمان. ما هم أكيد يعني لو هم يعرفوا إيمان وخوف من ربنا ما كانوش يعملوا كده في صاحبتهم. تخيل إن صاحبتك نيرة ديت أختك، تخيل إن هي بنتك. إيه ده؟ لا الأم عارفة إن نيرة، طب ما نيرة زميلة بنتك كأنها بنتك يا أم شروق، كأنها بنتك، اعتبرها كأنها بنتك، إنما توحى عليها وتعملي ضغط على أعصاب البت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أم شروق. على التواصل الاجتماعي كلهم يا جماعة منزلين حق نيرة لازم يرجع، حق طالبة العريش. هذا ما بعد تم انتشاره حول واقعة انتحار نيرة صلاح الزغبي إحدى الطالبات من قرية ميت طريف يا جماعة. أخت نيرة بتقول أنا أختي اتوفت نفسيا قبل ما تموت ب3 أيام، كانوا مدمرينها نفسيا. أخت نيرة بتقول شقيقتي كانت صائمة يوم وفاتها وتواصلت معنا صباحا قبل أن يتم نقلها للمستشفى، وكانت بتتكلم وحالتها عادية، ما كانتش باين عليها أن هي هتنتحر ولا حاجة، ده كانت صايمة، كانت تشكو من نقط حمراء في عينيها بسبب الضغط النفسي، وقامت بتصويرها، صورت لنا نفسها أن هي عينيها محمرة بسبب الضغط النفسي اللي عليها، وأرسلتها لوالدتي اللي هي أم نيرة الله
يصبرها يا رب. تحدث معها والدي في نفس اليوم وقام بتحويل مبلغ مالي عن طريق فودافون كاش، وكانت طبيعية جدا في المكالمة، ما بانش ان هي عايزة تنتحر. لو كانت عايزة تنتحر كانت تكلمنا وتاخد الفلوس وتكمل ليه؟ كانت هتاخد الفلوس ليه لو عايزة تنتحر؟ وكانت هتصوم ليه لو هي عايزة تنتحر؟ كانت اللي بينتحر ده حد مش عارف ربنا. تواصلنا معها بعد ذلك لأكثر من مرة وكان هاتفها مغلق، وردت علينا بعد فترة وفوجئنا بأنها تعاني من آلام في معدتها مما جعلها تتقيأ تترجع وهي معانا على الهاتف. طلبت منها والدتها أن تستريح وتشرب كوب من الليمون، ومن ثم أغلقت معنا التليفون. وعندما تأخرت في مهاتفتنا من جديد قمنا بالتواصل مع المدينة الجامعية الذين طلبوا مننا الحضور على الفور لأن نيرة في حالة خطرة. والله العظيم أنا جسمي بيقشعر وأنا بقرأ لكم. المسافة بين بلدنا وبين العريش حوالي 8 ساعات. عندما ذهبنا وجدناها متوفية. ذكر تقرير المستشفى أن التسمم هو سبب وفاتها، وحتى الآن لا نعرف ما حدث معها. شقيقتي توفيت نفسيا قبل وفاتها الفعلية ب3 أيام. عندما بدأت مشكلتها مع زميلتها شروق لم تخبرنا بالتفاصيل، ولكنها قالت لنا في مشكلة بيني وبين زميلتي وهي حطاني في دماغها. طلبت منها والدتي أن تقوم بالتصالح مع هذه الفتاة، وقالت لها غيرة البنات وحشة يا نيرة، صلحيها عشان تتقي شرها. أختها وصلت كلامها وقالت كنا معترضين على التحاقها بجامعة بعيدة عننا، وقدمنا طلب بنقلها لجامعة المنصورة، ولكن الاغتراب كان مغلق في هذه السنة. أعتقد أنها خافت أن نقوم بنقلها من الكلية، لهذا لم تخبرنا بكل ما حدث معها. فكانت هذه الكلية هي حلمها التي طالما سعت من أجل تحقيقه، فهي كانت تحب دراستها ومتميزة فيها. لم نكن نعلم شيئا بخصوص أمر ابتزازها بالصور إلا عن طريق ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا علمنا كنا سنقف معها ونساندها. لم نتخذ أي إجراءات قانونية حتى الآن لأننا لا نفهم ما حدث بالضبط، ولكن زملائها أخبرونا أنها كانت متأثرة نفسيا مما يحدث معها ولم تكن تأكل في الآونة الأخيرة. وكان قد كشف مصدر بجامعة العريش عن تفاصيل الواقعة موضحا أن الطالبة تناولت حبة غلة في المدينة كذب، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، ولم يتم تهديدها على جروب واتساب كما تردد، وجري التحقيق في الواقعة. وحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم فقد كشف مصدر أمني عن انتهاء وزارة الداخلية من فحص موقف طالبة تدعى شروق و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة نيرة. وربنا يرجع حقك يا نيرة اللي هو بالنسبة لنا دلوقتي حقنا كلنا.